مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني بقالي كتير قوي مصورتش. النهارده هعمل اكله بسيطه جدا. كان عندي لحمه مفرومه، حماتي كانت بعتها. فانا كنت ناويه ان انا اعمل كفته ومكرونه يعني، فقلت لا على ايه. فقلت ايه اعملها كفته عاديه ورز بشعريه. الاول مره ابشر البصله، يعني قلت لا خلاص خلينا ابشرها وكده علشان ايه ما تبقاش كبيره وكده، علشان ايدي في التقطيع مش زي الاول، يعني من ساعه لما اخدت على الهاند بلندر وكده. فتقطيعتي للبصل ما بقتش زي زمان، يعني انا كنت الاول بقطعه حلو جدا وكان ليا خلق. دلوقتي للامانه ما عادش ليا خلق. فحطيت كده ملح وفلفل اسود عليه وقلبتهم كده. وما كانش عندي بقدونس عادي، فقلت بقى ايه احط بقدونس مجفف. شغال ماشي الحال، بس طبعا اكيد الفريش الاخضر اكيد هيبقى احسن بكتير. فاهو ده شكله. بحب ان انا اجيبه يعني وكده، مش عارفه هو دلوقتي بقى بكام. بس انا في العادي يعني كنت بجيبه ب5 ب6 كده يعني. فحطيت كده شويه وبدات كده ان انا اقلبهم كده مع البصل. بقالي كتير قوي ما جبتش خضره، مش عارفه ليه، مش مهتمه يعني، بس اكيد ان شاء الله هجيب وافرز يعني. ويبقى انا عندي فيه خضره في الفريزر، بس انا مش فاهمه هي دي بتاعت ايه. هل دي بتاعت محشي ولا بقدونس بس شبت بس؟ مش فاهمه لهم بصراحه. فعاوزه في مره الخضره اللي عندي دي كلها اعمل بيها محشي. واجيب بقى جديد وافرز. بدأت طبعا بقى ايه كان وانا بقلب الجوانتي اتقطع، فاخدته ورميته وبدأت بقى ان انا اعمل بايدي. مع ان انتوا عارفين ان الحركة دي ما بحبهاش يعني، ببقى مش طايقة نفسي. فالحمد لله عجنتها كده عجنة حلوة، وجبت طاسة حطيت فيها شوية زيت. بس قبلها طبعا حضرت طماطم متقطعة وبطاطسين، اخر بطاطستين عندي والله قطعتهم. قلت ده هيبقى مثلا ايه حلو بقى ايه مع الرز وكده. والطماطم برضو تديها طعم. كمان هحط فلفل اسود اخر شويه. عندي فلفل اسود بس خصا، عايز ي... آه يت... آم، اسمها ايه يتطحن. حطيت شويه كده من الملح. وبدات ان انا ايه اصبع الكفته. طبعا الطريقه دي حلوه قوي، اللي هو الكفته انك تعمليها بالطريقه التقليديه جدا جدا جدا. طبعا تقدري تستغني عن البطاطس والطماطم، بس انا قلت ايه علشان تشبع اكتر، يعني فاهمين قصدي ازاي، بما ان ما جنبهاش حاجه تانية، هو كده بس. فصبعتها كده اوام اوام. وكده كمان كان اسهل عليا يعني، لان انا اصلا في الاونه الاخيره معتاده ان انا اعمل الكفته، واللي عاوز احمر له ومش عارفه ايه. فقلت يلا بنت خلصي نفسك، الدنيا ساعه اصلا مش مستاهله واقفه في المطبخ اكتر من كده. حطيتها على النار، وطيت عليها. اول لما بدات ان هي تغلي، حطيت لها شويه ميه وسبتها. جيت بقى هنا علشان اعمل الرز بالشعريه. حطيت شويه سمنه، معلقه كده صغيره، وشويه عليها من الزيت، ونزلت كده بالشعريه. وتحميره كده اتحمر اهو. وحطيت الرز المغسول والمتصفي. تفضلي بقى تقلبي 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 بقى. والمكون بقى السري كده تحطي مكعب مرق. انا في الاونه الاخيره بقيت احط مكعب مرق مع الرز. بجد بينقله في حتة تانية خالص، بيخليه طعمه تحفة. وكمان انا قصدت ان انا احطه مع التقليب علشان يدوب، ولما احط المية يبقى اصلا يعني دايب. شايفين بصوا عامل ازاي، وكمان هيدوب اكتر هتشوفوه دلوقتي. فلما احط المية هيبقى سهل ان هو يدوب، عوضا عن ان انا احطه بقى مع المية وان هو يتكتل. بصوا بعمل ازاي، وان هو يتكتل في حتة ومش عارف ايه والكلام ده، كده كان احسن بكتير. الرزاية بقى كانت بدأت تطشطش هنا بقى، اللي هو خلاص يعني خدت تحميصة حلوة كده مع الشعرية. بدأت بقى احط عيار المية. وحطيت كمان شوية. بصوا بقى كأنك حاطة شوربة حلوة قوي 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 قوي. انا عمري بصراحة ما جربت ان انا اعمل رز بشوربة، بس لما عملت كده بالمرقة الماجي يبقى حلو قوي. طبعا ملحت شوية كمان، علشان طبعا مرقة الماجي مش كافية ان هي تملح كمية الرز دي كلها. وقلبته كده وسبته بقى ايه لحد لما يستوي عادي، يعني الاول غلوه وبعد كده اوطي عليه. هنا كانت الكفته بدات تدخل في غليان وسوا. بصوا بقى هنا كان لسه ما وطيتش عليه. يا دوبك كده قلبته كده شويه بشوكه.
ووطيت عليه وسبته. هنا بقى كان استوى. عاوزه اقول لكم مفلفل حلو، طعمه جميل قوي قوي قوي، حلو قوي بجد. انا النهارده كان يومي بسيط جدا في المطبخ. كنت المواعين بتاعت بالليل كنت غسلاها، ما كانش في اي حاجه، هو يا دوب الحاجات ديت بس. هنا كانت ال الكفته استوت والبطاطس استوت، وكان فيها شويه ميه صغننين جدا، قلت مش مهم انا هطفي عليها كده ولما تسخن يتبخروا، فاهمين قصدي ازاي. هنا بقى كانت خلاص. انا هنا في الاونه دي في الوقت ده كنت بدات ان انا اطفي عليها خلاص يعني. وده كده كان يوم النهارده، البطاطس والكفته والرز المفلفل الجميل ده. والحمد لله على نعمه ربنا، الحمد لله. طبعا دلوقتي مفيش اكل موفر، انت على قد فلوسك بتاكلي انما كلمه توفير دي ما اسمعهاش، مفيش توفير. يلا بقى اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.